اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الويجوفي والمونجارو والاوزامبيك والساكسندا بشكل عام كده ان هما GLP-1. خليني في الفيديو ده اوضح لكم شويه ديتيلز اكتر واقول لكم كل نوع فيهم بيحتوي على ماده ايه ومين فيهم more effective than the other. الساكسندا بتحتوي على مادة الليراجلوتايد، المونجارو بتحتوي على مادة التريزابيتايد، الويجوفي والأوزامبيك بيحتووا على مادة السيماجلوتايد. خلينا نبقى متفقين كده ان الليراجلوتايد والتريزابيتايد الموجودين في الساكسندا وفي المونجارو دول واخدين ابروفل من FDA ان هم يستخدموا for management of obesity، لكن مادة السيماجلوتايد الموجودة في الويجوفي وفي الأوزامبيك دي مش واخدة الابروفل ده. ركزوا بقى معايا كده عشان الفيديو ده صعب شويه. يبقى احنا كده محتاجين نعمل comparison between ايه وايه، between الليراجلوتايد وبتوين التريزابيتايد، عشان هما دول المادتين اللي واخدين الابروفل من FDA للمانجمنت اوف obesity. طيب الليراجلوتايد والتريزابيتايد متفقين في ايه؟ متفقين في ان هما الاثنين GLP-1 بالظبط، شبه اللي موجود في جسمنا، الهرمون الموجود في جسمنا. كانت وظيفته ايه لو تفتكروا؟ كانت وظيفته ان هو بيظبط سكر الدم، بيقلل الشهيه، بيبطئ خروج الاكل من الامعاء، فده بيخلينا نحس بالشبع لفتره طويله. التريزابيتايد بتتفوق في ايه بقى؟ بتتفوق في ان هي مش بس شبه هرمون GLP-1 الموجود في جسمنا، لا ده كمان شبه هرمون تاني اسمه GIP. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الاكل اما بينزل في معدتنا بيفرز 2 هرمون، الاولاني GLP-1 وده قلنا وظيفته، التاني GIP. GIP ده وظيفته ايه؟ برضو بيظبط سكر الدم، كمان بيخلي الفات سيلز تستخدم الفاتس كمصدر للطاقة، بلس ان هو كمان بيمنع تخزين الفاتس في البنكرياس وفي الليفر، في البنكرياس وفي الكبد. طب احنا طالما عندنا GLP-1 والGIP بيعملوا وظيفتهم في جسمنا، طب ليه بناخد تريزابيتايد؟ اللي بيحصل ان GLP-1 والGIP اما بيحصل لهم ريليز في جسمنا بنحس بالشبع. بعد كده ده بيحفز انزيم اسمه DPP-4. DPP-4 ده هو اللي بيخلينا نرجع نحس بالجوع تاني. فكرة بقى التريزابيتايد ان هي بتعمل ريزيستنس للDPP-4 بحيث ان احنا منرجعش نجوع بسرعة ونفضل شبعانين لفتره اطول. ده هناخد ايه؟ احنا كده هناخد المونجارو او التريزابيتايد. ليه؟ اولا لان الابحاث والدراسات اثبتت ان الدبل افكت بتاع GLP-1 والGIP في التريزابيتايد بيؤدي الى الويت لوس بنسبه تصل الى 21%، اما الليراجلوتايد فهي الويت لوس بتوصل لنسبه 6.4%. تاني حاجة كمان ان الابحاث اثبتت ان اللونج اكتنج GLP-1 اللي هو التريزابيتايد عشان بيتاخد once weekly more effective than الشورت اكتنج GLP-1 اللي هو الليراجلوتايد اللي بيتحقن يوميا. اظن كده احنا قتلنا بحثا حقن التخسيس الويجوفي والاوزامبيك والمونجارو والساكسندا، وحسمنا القضيه خالص وحصرناها في ان احنا بنقارن ما بين المونجارو والساكسندا بس، لان هما دول اللي واخدين الابروفل من FDA، وكمان حسمناها اكتر وعرفنا دلوقتي ان التريزابيتايد او المونجارو هو اللي بيتقدم، اللي بيقف في المقدمه دلوقتي في الساحه قدام حقن التخسيس كلها، لان هو اللي واخد FDA ابروفل بلس ان هو اللي فيه الدبل اكشن بتاع الويت لوس.